الكويت دي بلد صغيرة في الخليج لكن كبيرة في حاجات كتير جدا. عدد سكانها حوالي 4 مليون ونص، وعندها سادس أكبر احتياطي نفط في العالم. زمان كانوا بيشتغلوا في صيد اللؤلؤ، لكن من يوم ما اكتشفوا البترول سنة 1938 بقوا من أغنى الشعوب في العالم. كل مواطن كويتي بياخد مرتب مجاني من الدولة، وبيصرفوا على حاجات كتيرة جدا. يلا بينا نعرف. أهل الكويت القدماء كانوا بيشيلوا اللؤلؤ من إيقاع البحار لحد ما البريطانيين جم وسيطروا عليها، وطلعوا من هناك سنة 1961. وبعدها الكويت بدأت تبني نفسها بفلوس البترول اللي جت، وخلتهم ينشروا مدارس ومستشفيات وكباري فوق الخيال. الكويت كلها أرض مسطحة، مفيش فيها جبال أو أهضاب. أعلى حاجة فيها هي التلال اللي مش بتعدي ال 300 متر، وعندها 9 جزر أشهرهم جزيرة فليكا اللي فيها آثار إغريقيا قديم. بس للأسف العراقيين دمروا أجزاء منها أيام الغزو. والبحر عندهم مليان سمك، لكن بيستوردوا أكلهم من بره عشان يحسوا بالتنوع وكده. الكويتيين أصلهم بدو ولسه محافظين على عاداتهم في حاجات كتير جدا، ومن ضمنهم حاجة اسمها الديوانات. ده مجلس رجالة بيجتمعوا فيه كل ليلة يتكلموا في السياسة والرياضة. مدينة الكويت العاصمة فيها برج الكويت الشهير اللي شكله زي الباخرة، وسوق المباركير اللي بتلقى فيه عطور وأسلحة قديمة. أما السلمية منطقة راقية ومولاتها مليانة ماركات عالمية، وفيها سهرات لحد الصبح. الجهراء المنطقة الزراعية اللي فيها مزارع نخيل وحديقة الحيوان، وفيها أسد اسمه مبارك. الكويت مش سياحية، لكن فيها حاجات تساوي ملايين. أبراج الكويت 3 أبراج على الخليج، تقدر تصعد فوق وتشوف البحر كله. جزيرة فليكا فيها آثار إغريقية قديمة. سوق الشرق تقدر تشتري ذهب وساعات رولكس، وكلهم بأسعار معقولة. الكويت بتنتج 3 مليون برميل يوميا، وعندها 70% من دخلها من البترول. وعندهم صندوق ثروات بيحوش 700 مليار دولار، لكن الشباب موظفين في الحكومة ب 3000 دولار من غير ما يشتغلوا. الكويت بتنتج 3 مليون برميل يوميا، وعندها 70% من دخلها من البترول. وعندهم صندوق ثروات بيحوش 700 مليار دولار، لكن الشباب موظفين في الحكومة ب 3000 دولار من غير ما يشتغلوا. ودي حاجات يمكن ما تعرفهاش عن الكويت. أول دولة خليجية بتصدر عملة ورقية من سنة 1961، وبتمتلك رابع أعلى معدل امتلاك سيارات فاخرة عالميا، وبتحضن أكبر مسرح للأوبرا في الخليج بمساحة 2000 مقعد. و85% من سكانها بيستخدموا الإنترنت بشكل يومي، وبتستهلك أعلى معدل لشراء العطور الفاخرة عربيا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون عجبك الفيديو. شكرا لك.